السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم طريقه تحضير الميلفوي اللي كتجي اكثر من رائعه، لذيذه بزاف. صدقوني كتجي شي حاجه اللي غزاله بزاف، وكل من ذاقها عندك في البيت غادي يحلف انك شريتيها ماشي صاوبتيها في البيت. فقط تبعي المراحل ديال طريقه التحضير ديالها من البدايه الى النهايه باش تنجح معاك الوصفه، واحترمي جميع المقادير وطريقه التحضير ديالها، وان شاء الله تحصلي على واحد النتيجه اللي غادي تعجبك بزاف. نمروا باش نشوفوا طريقه التحضير. اذا هنا غادي نحتاجوا العجينه المورقه اللي سبق وحضرتها في الفيديو السابق اللي قبل من هذا. غادي نخلي لكم لونيان ديالها في صندوق الوصف، وكذلك غادي تظهر لكم دابا في هاد لوي اللي غادي تبان دابا وسط الفيديو. غادي نطلقها بالدلاك. النصائح اللي غادي نقول لكم بالنسبه للعجين المورق، انكم تطلقوها رقيقه بزاف، لان هاد العجين راه ناجح 100% وراه كيتنفخ ان شاء الله. من بعد غادي نحضر لكم ببعض المملحات وغادي تشوفوا انه شي حاجه اللي غزاله بزاف. فقط زعموا جربوه لان طريقته بسيطه بزاف. الناس يتخوفوا من العجين المورق، لا راه شي حاجه اللي سهله بزاف. كما كتشاهدوا في الصوره غادي نبقى كنطلق هذا العجين حتى تيرجع رقيق بزاف. انا نقول لكم تقريبا الرق ديالو بحال لي صابلي اللي كنلصقوا وحده مع وحده. غادي نوضعوا في الورق ديال الزبده. ضروري تفرشوا ليه الورق ديال الزبده باش ما يتحرقش معاكم من التحت، ونوضعوه في واحد اللاطه اللي غادي ندخلو الفران. وكما كتشاهدوا انا كنزيد نرقق مزيان هذوك العجين، وغادي نقطع عليه الجوانب ديالو. بالنسبه الى عندكم شي لاطه، يعني جوج لاطات قد فانتوما ماشي مشكل الا ما رققتوش بزاف العجين، لان غتوضعوا لاطه فوق لاطه عاد دخلوه الفرن. ولكن بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يعني نفس اللاطه باش يوضعوها فوق العجين كما بحالي انا، بصراحه ما عنديش جوج على لاطات قد في نفس يعني القياس، فلهذا انا تكيت رققت العجين بزاف لاقصى درجه، وتكيته مزيان بالفورشيت كما كتشاهدوا دابا في الصوره. غادي نوضعو في اللاطه وغادي ندخلو الفرن. يعني شعلت عليه من قبل فاش كنت نحضرها، يكون سخون. ومني كندخلوها كنقصوا شويه العافيه. هنا دزت باش نحضر الكريم باتيسير اللي غادي نحتاج ليها نصف لتر من الحليب. كنوضعو فوق البوطه كيدفى، غير كيدفى وكنقص منه كاس تاع الحليب. هنا غادي نخلط المكونات الجافه اللي هي جوج ساشيات ديال الفاني، وثلاثه المعالق ديال لا كريم باتيسير، وجوج او ثلاثه المعالق ديال السنيده. من بعد ما كيفض لي كيسخن ليا شويه داك الحليب، كناخذ منه جهد كاس وكنبقى كنخلط كما كتشاهدوا باش ندوب هذاك السكر. ما نسخنوش في الاول بزاف، كناخذ منه غير كاس يكون غير شويه دافي. هاد الطريقه راه كتطلع لا كريم باتيسير احسن من ديك الطريقه اللي متعودين حنايا. من بعد ما كيفيض ليا الحليب حتى تطلع الكشكوشه ديالو كيفيض مزيان، عاد تنرجع كنخوي على الخليط اللي ضفت ليه داك الكاس ديال الحليب دافئ. كنرجع كلشي للكاسرول وتنرجعو فوق البوطه حتى تيعقد ليا. نتوما كما كتشاهدوا كيولي السمك ديالو بحال هكا. صافي لا كريم باتيسير دابا وجات لينا، وها هي لاباط من بعد ما خرجتها كتجي رائعه. ما قدرتش نحركها لكم حيت باقا سخونه، خليوها حتى تبرد. غندوز باش نحضر داك الفوندون اللي كيجي بيض فوق الميلفوي. غادي نحتاجو تقريبا هنا واحد الكاس كبير ديال السكر كلاصي اللي غادي نضيف ليه كما شفتوا واحد جوج معالق ديال الحليب. اللي ما عندوش الحليب يضيف الحامض، واللي ما عندوش الحامض بغى يدير البيض ممكن يديرو. انا هنا فضلت ندير الحليب باش نصاوب الفوندون. بانت لي الكميه قليله فضفت مازال السكر كلاصي، وضفت مازال واحد القطيره ديال الحليب. المهم كتبقاو نتوما كتقيسوا هكا بيديكم. ها نتوما كما كتشاهدوا اللي خصنا نحصلوا عليه ما يكونش جاري وما يكونش قاصح. هنا دزت باش نقطع لاباط فيتي اللي طيبت. فقط كما كتلاحظوا في الصوره انا يعني فقط كنتراسي داك لاباط، ومن بعد عاد كندوز باش نقطعها. ودائما كنستخدموا الراس ديال الموس، والموس من الاحسن يكون ديال المنشار باش يساعدنا باش نقطعوها بلا ما تهرس.
شوفوا العجين كي جا رائع. كنتمنى منكم انكم تزعموا تجربوا لاباط فيوتي في البيت حسن ما تشريوها. راه شي حاجه اللي ساهله وبسيطه، هي الناس كيتخوفوا منها وكيقولوا انها كتاخذ الوقت. بصراحه ما كتاخذش الوقت. عندك تقريبا واحد 5 دقائق باش كتعجنيها، و5 دقائق باش كتلفي دوك 3 لفات الاولين. كترتاح مده نصف ساعه في الثلاجه، وكترجعي كتلفي اللفات الثانيين تقريبا في واحد 5 دقائق اخرى، وهي واجده معك. تحتفظي بها في المجمد لمده اسبوع ولا اكثر، كتبقى رائعه جدا. وقت ما احتاجيتيها لجميع المملحات ماشي الملفي كتلقايها واجده. كما كتشاهدوا هنا وضعت الورق ديال الزبده باش يعني ندريسي فوق منه هذا الملفي. وضعت يعني الطبقه الاولى وبديت كنحط فوق منها لا كريم. ودابا غادي نوضع الطبقه الثانيه. كنسرحوا ديك لا كريم باتيسير وتنحاولوا نقادوها مزيان فوق السطح باش تجينا واحد السطح مستوي. تنشكلوا واحد الطبقه مقاده. حاولوا تسرحوها مزيان كما كتشاهدوا في الصوره باش تجينا دوك الطبقات مزيانين. تقريبا داك نسيترو الحليب قسمته على جوج، عطاني الطبقه الاولى والطبقه الثانيه. هنا وضعت الطبقه الاخيره، وكما كتلاحظوا رانا قلبت الوجه ديالها للاسفل. كنضغط عليها باليدين ديالي شويه باش تدخل داك لا كريم مع يعني دخل في لاباط ديالنا ونساجموا العناصر مع بعضياتهم. هنا صافي فرغت هذاك الفوندون فوق الوجه ديالها وكنحاول نسرحو. في هذا الاثناء انا كنت سخنت الشوكولا، ضفت ليها ذوبت الشكلاط وضفت لي واحد المعلقه ديال الزيت صافي. وجيت باش نطلقوا مباشره ملي كنحطوا الفوندون كنبداو كنطلقوا فوق منه الشكلاط. لاحظوا بانني انا الشكلاط الحقيقه تقبت هذيك البلاستيك باش خرجت الشكلاط، تقبته بزاف ف خرجوا ليا خطوط غلاظ. ماشي مشكل، المهم هذا هو الشكل ديالها. غنخليوها تنشف عاد نبداو نقطعوها. هانتوما من بعد ما خليتها بردات تقريبا واحد 4 دقائق حتى ل5 دقائق تتنشف بين ما نيت نكونوا جمعت السطح ديال العمل. هانتوما كما كتشاهدوا كنحاول كينشف لينا داك الفوندو عاد تندوزو باش نقطعوها. غنحيد لها دوك الجوانب دوك الاطراف صافي. كنقاد لها الاطراف ديالها. ودائما كنستخدموا الموس ديال المنشار، ما نستخدموش اي موس عادي، يكون موس ديال المنشار ماضي باش يقطع لينا العجين وما كيتهرش معنا. وبصراحه هذا العجين المورق اللي حضرت ومعتمد عندي من شحال هذه، وكان هو اللي كندير به جميع المملحات. بصراحه رائع رائع جدا وهش وكيجي غزال يعني في المذاق ديالو. شي حاجه اللي زوينه بزاف. كنصحكم انكم تجربوه، غادي ينفعكم بزاف خصوصا بالنسبه للمملحات وبالنسبه لاي شيء حتى الحلويات هكا الحلوين. هذا هو الشكل النهائي ديال الملفي ديالنا. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. كما قلت لكم راها خطيره، كتجي غزاله بزاف. كنتمنى فعلا ان كل واحد جربها وعجبته. ما ينساش يدعم القناه بالضغط على زر اعجاب وتبارطاجوا الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم. شكرا لكم وملتقانا في فيديو قادم إن شاء الله.